هقليه وهعمله زي اومليت كده، وبعد كده نحطه في العيش، نحط عليه موتزاريلا وهناكله بس. وده هيبقى منظره قبل ما نقلبه ونحطه جوه الموتزاريلا. وبعد ما نخلص هنطلع الطبق اللي كيوت ده، وبعد كده نعمل نسكافيه او ايس كافيه يعني، وبس. شكلها تحفه بجد. انا بعد ما حطيت الجبنه حمصت العيش شويه عشان يبقى متحمص، وخلاص على كده. وحاليا جبت الاكل وقاعده بتفرج على فلوج. هفطر واخلص الفلوج دوت، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. حلو. طيب دلوقتي انا قعدت شويه، خلصت شويه حاجات كده، كتبت كونتنت، بس مش كونتنت لليوتيوب بصراحه ولا للسوشيال ميديا عامه. هو كونتنت ما علينا، هو كونتنت لكورس الانجليش اللي انا هعمله. هيبقى المستويين، مستوى A1 ومستوى A2. وحاليا انا خلصت كونتنت الجرامر وكده، فضل كونتنت الكلمات والفونكس والحاجات دي. اوكي. بعد كده عايزه اخلص، وبعد كده اقعد اذاكر الصيني، لان انا مأجله الصيني ده بقالي كتير قوي من ساعه الفاينل، وانا مأجله الصيني بجد. انا من ساعه الفاينل وانا مأجلاه ويعني ركناه جدا، هو والتركي. فالمفروض ان انا اقعد اذاكر الاتنين، وبعد كده نأسف لهذا الإزعاج. المهم هقعد اخلص باقي الكونتنت، وممكن اسيبه كمان بالليل او بكره. وبعد كده هقعد اخلص حاجة الصيني، مثلا خلاص اول لسن او حاجة، ان انا براجع على القديم وبذاكر حاجات جديدة عشان منساش الليسنز اللي انا اخدتها. فحاليا تقريبا هقعد اذاكر الصيني، وبعد كده هشوف هذاكر التركي النهارده ولا هذاكره بكره، وبعدها هنشوف هنعمل ايه، لان انا ما عنديش ادنى فكره هنعمل ايه. المفروض ان انا كنت مقرره ان انا انزل، بس حاليا تقريبا اجلتها لبكره، مش عارفه لسه هشوف. كده كده لو نزلت هاخدكم معايا، وبس خليكم معايا في باقي الفلوج جاي. نوعا ما انا هنا حضرت الكونتنت بتاع الجرامر بس حرفيا، وانا كده بحضره من هنا، اللي هو essential grammar in use، عشان دوت للمناسب لمستوى A1 و A2. انا هكتفي لحد كده بصراحه بجد يعني، وهقعد اذاكر شويه في الصيني. المفروض ان انا فاتحاه على اساس ان انا هذاكر، وانا مذاكرتش اي حاجه منه الحمد لله، ولا راجعت اي حاجه. فالمفروض ان انا احن على نفسي وهراجع فيه. بصوا استنى، دول ده lesson 1. اوكي، هنا في 1 2 3 4 5 رموز حرفيا، جاست 5. انا المفروض احفظهم، احفظ الرموز دي يعني، احفظ الرموز دي، وكده كده النطق سهل بالنسبه لي. فالمفروض ان انا احفظ دول الرموز ال5 دول. ماشي، حد بقى يحفظهم بدليل لو تكرمته بجد يعني. انا مش عارفه ايه اللي خلاني اختار صيني. كان قدامي روسي وكان قدامي فرنساوي، انا رحت اخترت صيني عادي جدا. ده احتساء الندم بقى. هو جس وات هقول ايه دلوقتي؟ انا نمت حرفيا. انا قلت هدخل انام شويه، ماشي، كان الساعه تقريبا 5:30 6 حاجه زي كده. قلت هنام للمغرب، الساعه دلوقتي 9:15 وانا لسه صاحيه حرفيا. انا ما ذاكرتش الصيني، ومفيش وقت خاص في اليوم ان انا اذاكر صيني مع تركي كمان، فمش عارفه هعمل ايه دلوقتي. غالبا هقعد اذاكر اول لسان في الصيني، لان بجد كده تو ماتش بصراحه، انا اجلته كتير قوي. هقعد اذاكر دلوقتي اول لسان في الصيني، ماشي. بس قبل ما اقعد اذاكر هقوم اعمل حاجه اكلها، ايا كان هاكل ايه، هاكل حاجه سريعه عشان انا جعانه. وبس عملت ساندويتش بسيط، وعملت ده مش شاي، ده عصير تفاح. وحاليا بحاول ادور على حاجه اتفرج عليها.
اوكي، بما ان احنا خلصنا lesson 1 في الصيني اخيرا بجد. انا كنت مأجلة lesson 1 دوت من بعد الفاينل، من وقت العيد اللي هو العيد الكبير بتاع عيد الاضحى. اوكي، بما ان احنا خلصناه، بما ان عايزة انهي الفلوج بتاع النهاردة، ف هننهيه بستايل كده جديد. اوكي، ايش هنسوي؟ هنجرب نعمل ستايل الميك اب دوت. في بس 3 حاجات مش عندي في ستايل الميك اب ده، هو الكونتور والهايلايتر والاي شادو، لان انا مش بستعمل الميك اب كتير فما بجيبهمش، او مش بستعملهم فمش بجيبهم. فحاليا الخطة ان احنا هنحاول نعمل ميك اب لوك ده، وهستبدل الكونتور والهايلايتر والاي شادو بحاجات هتصرف. المهم ان هو نحاول نطلع شوية هنشوف. اوكي، شنطة الميك اب، ونبقى محتاج الكونسيلر. بستعمل الكونسيلر بتاع MN. اوكي، وهنستعمل التنت ده لونه بينك كده، مش عارفة شكله ولا لأ. هستعمله كبلاشر وهستعمله كاي شادو برضو. نحاول نميكس كده. اوكي، هما كاتبين مات ليبستيك، يعني مش هحط ليب جلوس للأسف. ففي درجة في الشيد دي بحبها في الليبستيك اللي عندي، دي الشيد اللي انا بحبها. اوكي، في 2 شيدز تانيين بس ما اتوقعش ان هما هيماتشوا مع اللوك بصراحة. ده قلب على نوت شوية، اللون اللي هو الخوخي دوت، وده محمر اكتر بصراحة، وانا ما بستعملش الاحمر اوفر دوت. طيب بالنسبة دلوقتي هنبدل الهايلايتر والكونتور. هجرب لان انا عمري ما جربت ابدلهم صراحة. بدلت الهايلايتر كذا مرة بس مجربتش الكونتور. فهنبدل الهايلايتر بقلم كحل ابيض برضو بتاع MN. هو المفروض مكتوب عليه ايلاينر بس انا بستعمله ككحل عادي. وبالنسبة للكونتور فهستعمل ده برضو بتاع MN. يعني انا لو بيني اتفقنا والشركة مش هتبقى كل الحاجات اللي بستعملها بتاعت MN كده. المهم هنجرب نعمل الميك اب لوك ده. اول حاجة هحاول بس اظبط دوت. اوكي، هي المفروض ان هي واخده الكونتور من هنا ومن هنا ومن هنا، فاحنا هنعمل من هنا ومن هنا، وهنحاول مش عارفه هنعملها من هنا ومن هنا خلاص. بس عامه من هنا مش هعرف اعملها. اوكي، المرايه بس. هحاول اتصرف بصراحه، بس انا جايه معايا ان انا اعك بجد يعني، او اجرب اي حاجه جديده. فنحط شويه سسبنس كده في الفلوج في نهايه الفلوج. انا مش عارفه انا عامله كده ليه بجد، مش عارفه. شكلي يضحك موت. طيب محتاجين ندمج الكلام ده بجد. انتوا مش مهم قدامك، لا متهزروش.
طبعا هو مش كونتور. ايه ده كان في على علامة الأنف كمان. اوكي مخدتش بالي. هو مش كونتور فمش هيبان بيه اي حاجة في الحياة، بس اتس اوكي يعني هنجرب. شكل فظيع. اوكي حاسه ان مفيش فرق، هو فعليا مفيش فرق ومش هيكون في فرق لان هو مش كونتور. ما علينا. الستيب التانية ان انا احط كونسيلر في نفس المناطق اللي هي حطاها. هي حطاه تحت العين، هي حطاه كده حرفيا. انا حاسه ان انا بنور مش عارفه ليه، حاسه انا كترت انا بس ماشي. حتى هنا وحتى هنا. كده خلصنا فقرة الكونسيلر. نحاول من كده شوية وبعد كده أدمجه. خايفة ان هو يجي على البندانة بصراحة، بس it's okay يعني. الميك اب لوك دوت لو طلع حلو، لو طلع في النهاية يعني شكله حلو، هبقى اتصور بيه اعملكوا بيه فيديوز على تيك توك. لو مش عاملين لي فولو على تيك توك وعلى انستجرام اعملوا لي فولو، هتلاقوا اللينكات في البايو وهتلاقوا الاسامي في البايو برضه. بس على انستجرام بنزل ستوريز كل يوم كل يومين، وانزل لكم فقرة questions تسألوني فيها الأسئلة اللي انتوا عايزينها. اوكي نايس حلو. هنستبعد شوية. اوكي شكله، حاسة شكله نوعا ما حلو. هي كانت حتى برضو هنا مخدش بالي بجد، انا فعلا مخدش بالي. انا مش عارفة هو قلب كده ليه بس ماشي. هنتصرف ان احنا بندمجه، نحاول نصلح الدنيا دي. اوكي حاسة نوت باد بصراحة. اوكي نوت باد. هنيجي لفقرة التنت. انا مش هحط كتير زي ما هي حاطة بصراحة، لان التنت دوت تقيل شوية. هحط اكتر من كده بكتير، بس انا مش هحط اكتر من كده لان حرفيا هقلب طماطمايه متحمرة. حاسه ان هو مش واضح او البلاشر او التنت مش واضح اوي هنا، بس هو واضح شوية هنا. اوكي ممكن نزود حطه هنا. صح
بصراحة انا هدمجه على طول عشان ما يمسكش في الطرحة. اوكي، حاسه ان هو مش واضح من الرينج لايت بصراحه. هي حطيت هنا. خلونا نطفي كده الرينج لايت، ومش هيبان حاجه حرفيا. طيب ممكن اغير الاضاءه مثلا. هي ماشي، معلش. دلوقتي هنيجي لفقرة الهايلايتر اللي هنستعمل فيها القلم الكحل الابيض، يعني هو ده امثل بديل عندنا حاليا. فهي حطيته هنا وهنا وهنا، صح؟ وعلى المناخير. اوكي، هحاول احطه زي ما هي محطاه. طبعا بما ان ده الكحل الابيض مش هيبان قوي، فبكتر فيه. اوكي، هو اللي هنا كده كده مش هيحتاج ان هو يتدمج، ممكن ده بس نطبطب عليه حاجة بسيطة. حاسة ان في ايرور انا مش فاهماه. حاسة فكرة الهايلايتر دي كان ممكن اعملها سكيب احسن. هنيجي لاخر حاجتين، الاي شادو والليبستيك. هستعمل ده التنت بدل الاي شادو، ومش هحط كتير بجد. اوكي، هو باين ان هو بينك خفيف قوي. جس وات، النور قطع. اوكي، حاليا دي كاميرا السناب شات، تحسوا ان انا بنور. اتس اوكي. اخر حاجه الليبستيك. اوكي لوك، حطيت الليبستيك كمان. its final result. هي شكلها هنا حلو، هتيجي تشوفها في الحقيقة في المراية الحقيقة من غير رينج لايت، من غير اي اضاءة، شكلها مش حلو خالص. اللي بوظه كان الكحل الابيض فعليا.
استنى احاول اوريهولكوا في المراية. مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا، بس هو ده. ممكن اتصور لكم بيه، ممكن اصور بيه تيك توك او صور وانزلها لكم ستوري انستا، لسه مش عارفه، هشوف. كده احنا كنا وصلنا لنهاية فلوجنا النهارده. حاليا انا هدخل اغسل وشي وانام واصحى انتج الفيديو دوت عشان انزله لكم. باي باي.